في كوارث طبيعية بتحصل حوالينا من غير ما نعرف السر في حدوثها، وأكتر كارثة طبيعية بتحصل هي الزلازل. ومن أقوى الزلازل اللي حصلت على مدار 100 سنة فاتت في المنطقة كان زلزال تركيا وسوريا، مع العلم إن كان في تحذير قبل حدوثه لكن محدش اهتم. طب يا ترى إيه السبب في حدوث الزلازل أصلاً؟ المعروف إن القشرة الأرضية عبارة عن طبقات تحت بعضها. في حالة الاضطرابات اللي بتحصل في أي طبقة، الرواسب بتاعتها بتحمل على الطبقة اللي تحتها، وده بيخلي التحميل يأثر على الطبقة اللي بعدها وهكذا. ومن ضغط الطبقات ده بيخلي الطبقات أصلا تتحرك من مكانها، وفي النهاية بينتج الزلازل. نفس الكلام من ضمن أسباب الزلازل هي الانفجارات البركانية على نطاق واسع، بيأثر بالسلب على اهتزاز طبقات الأرض. ده اللي خلى اليابان نتيجة إن موقعها بيحصل فيه زلازل كتير إن هم يحطوا قوانين صارمة إن مواد البناء تكون على أسطح وحوامل مطاطية تتحمل الصدمات مهما بلغت قوتها، عشان يقدروا بعد كده يتجنبوا أي خسائر بشرية